السلام عليكم حبايبي، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ ابشركم مبروكه، الله يدخل عليكم الصحه والعافيه باش ما كنتمناو. اليوم رجعت معكم ان شاء الله بوصفه جديده وهي الشباكيه باش نوجدوها ان شاء الله رمضان. غادي نبدا معكم مباشره باش ما نطولش عليكم. كما كتشوفوا هنايا انا غنعمل شويه قياس كبير، نتوما غادي انا نقول لكم القياس كيلو الطحين. كيلو، المهم هنا انا عندي اكثر من كيلو، نتوما غادي تعملوا كيلو. عند كيلو الطحين ضروري يكون دقيق خاص بالحلويات. نبداو بسم الله. غادي ننزلوا النواشف مع بعضياتهم. غادي نحتاجو هنا النافع، غادي نحتاجو منه 2 معالق كبار. ضروري يتطحن مزيان ويتغربل ضروري باش هكذا ما تقطعش معكم العجينه ديالكم. حبه حلاوه كذلك ضروري تغربل يعني وتطحن مزيان. بالنسبه لكيلو الطحين كنحتاجو كاس ديال الزنجلان. كما كتشوفوا هنا كي كنخليه يتطحن حتى كنرجع مزيت. قد ما عملت الزنجله غادي نعمل اللوز. كاس د الزنجله، كاس د اللوز. قبيصه د الملح، خميره الحلويات. ما كنعملش الخميره الخبز، كنعمل خميره الحلويات. غادي نعمل غير واحد الحكيكه د الكوزه. دابا ملي خلطت مزيان النواشف غادي نضيفو اصفار البيض. ما تنساوش البيض البيض. ملي كنجيو نقليوها كيكشكشنا الزيت. عندي الماء زهر فيه زعفران الشعره. الزبده دايبه كنستعمل الزبده، ماشي زبده مارغرين ولا زبده عاديه، لا كنستعمل اما هولنديسه اما زبده طريه. وضروري كتحمروها مزيان باش كتنشف الماء ديالها، يعني كتسخنوها مزيان كتنشف الماء ديالها. وكما كتشوفوا بقات الرغوه عليها. غادي نصفيها. باقي الخل غادي نعملو كيلو طحين كنعملو نص كاس الخل. صافي. دابا كنكونوا عملنا المقادير ديالنا كاملين. الشباكيه، مهم الخل، الماء الزهر، هادو هما السوائل اللي كنضيفو. بيضات دابا غادي نخلطو مزيان. بسم الله.